السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء أينما كنتم، كيف كل حال؟ رسالتنا إلى المشاهير وبعض الناس الذين نزلوا تضامنا مع كل أحمد الزويكي باللعن والسب لعبد الله الأشول. مات لقى جزاءه، الحين عند أرحم الراحمين، جزاءه عند الله. لا تسبه ولا تجرح فيه، معه صح إنه غلط، ما حد معصوم من الغلط يا شباب. أنا ما أبرر ليش، ما حد معصوم من الغلط، كل الناس يغلطوا، أنبياء وهم أنبياء بيغلطوا، أنبياء. يوسف عليه السلام كان يغلط لولا أن رأى برهان ربه. الآية قالت لولا أن رأى برهان ربه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهو نبي للحين، ليش نغصب له؟ قم مات، جزاه عند أرحم الراحمين. الله يرحمه ولا لا رحمه، لا أترحمه لا أنت ولا أنا، جزاء عند أرحم الراحمين. للحين همنا القاضي الذي حكم أول الحكم، هو الذي سبب الفتنة. لو كان حكم بما قال الله وما قال رسوله إنه ما سبرت هذا كل شيء. متزوج عبد الله الأشول وعمل بجريمته، القرآن يقول قتل تضرب الحجاب. لو كان طبقوا قتل إنه قتلها القانون وخلاص وسكنا منها، بس تلاعب في القضاء. رسالتي القاضي يشوفوا من هو، ويشوفوا الأحكام الذي حكم من قبل كم قد ظلم الناس، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة للقاضي الجديد الذي حكم بالإعدام، شباب هو مش غلطان، هو حكم بالدستور اليمني. هذه قضية وسكرت، قضية الاغتصاب وسكرت بسجن 6 أشهر وجلد 100 جلدة، سكرت. هو حكم بالقضية الجديدة، هي الحين قضيتين منفصلتين كائنا من كان. بالرغم انه القاضي لو مع عقل يحط نفسه مكان الولد. تخيل ابنك مكانه، تخيل انت اخوك، تخيل اختك المغتصبة. هو اختنا جمعة، والله اني عرضنا وشرفها مشرفنا، والله نحن نطمن مع احمد اني قضية تهز البدن يكشعر له الابدان. هذا ما حبيت انبهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، والمعذرة اذا غلط او زله. السلام.